فين؟ يا خراشي يا خراشي يا خراشي على الريحه، حرفيا نفسي يعني تبقوا معايا علشان تشموا الريحه. شايفين؟ خلاص هي كده بقى طالبه الاكيله. بصوا 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 الجمال، بصوا الطعامه، بصوا الحلاوه. دي بقى الباميه بتاعت امهاتنا بتاعت زمان اللي كانت بتجيب اخر الشارع. يعني اعمليها بطريقتي ومش هتندمي. على السريع كده عايزه اقول لك الطريقه. اللي بتعملي ايه يا مرموره؟ تعالى اوريكم انا بعمل ايه. بصوا بصوا بصوا، شايفين؟ دي بقى ايه؟ بصلايه بحمرها. يا ترى الايه؟ هقول لكم انا بحمر البصله دي لايه. بس قبل ما اقول لكم بحمر البصله دي لايه، تعالوا نشوف مع بعض الحله دي القمر دي فيها ايه. تعالوا نشوف مع بعض فيها ايه. فيها طبعا لحمه. بصوا 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 بصوا، بسلق بقى ايه حتتين لحمه كده فضت خيركم. وبعمل بقى البصلايه القمر دي. هعمل شويه باميه قمر قمر قمر. الباميه كده دي يعني هترجعنا كده للزمن الجميل. باميه امهاتنا بتاعت زمان اللي كنا بنشمها واحنا جايين من اخر الشارع، نعرف ماما عامله باميه من ريحتها القمر وريحتها المميزه. بصوا بصوا انا هحط بقى في البصله ايه، شايفين؟ قرون الفلفل القمر دي مع ملح وفلفل ومكعب ايه، مكعب مرقه لحمه. بصوا بصوا انا بقى بتعامل مع المكعبات يا حبايبي، بتعامل معاها على انها توابل. بتعامل معاها على انها توابل. في قرنين حمر كده عايزه احطهم برضو عشان دول بقى هيدوا ريحه ايه. بصوا عايزه اقول لكم الباميه دي هتبقى في حته ثانيه خالص. هنقلب بقى، هنقلب. عايزه اقول لكم حرفيا انا الاكل ما بياخدش معايا بقى وقت خالص. ليه بقى ما بياخدش معايا وقت؟ هقول لكم على السر. هوريكم دلوقتي السر اللي بيخلي الاكل ما يعني ثواني ابقى انا عاملاه. بس قبل برضو ما اقول لكم السر ايه، تعالوا بقى نحط الخلطه القمر دي. شايفين الخلطه دي؟ يا خراشي يا خراشي يا خراشي على الجمال والحلاوه والطعامه. هنحطها طبعا. الخلطه دي ايه اللي انا مسمياها خلطه السعاده اللي انا عملتها معاكم دي بقى. انا ما بستغناش عنها خالص في الاكل. لازم انا احطها كده مع الاكل اللي هي عباره عن ايه، خلطه السعاده دي. قلت لكم عليها كذا مره وعاملاها لكم. عاملاها لكم على اليوتيوب، قناتي اسمها مفيش اسهل من كده. وعلى الصفحه الصفحه اسمها مفيش اسهل من كده مع ماري داوود. عباره عن خلطه دي فلفل رومي الوان، وطبعا ملح وفلفل وكزبره وعصره ليمونه وبرده معلقه خل. ولو عايزه تحطي توم حطي، لو عايزه تحطي فلفل قرن شطه كده سبايسي زي ما انت عايزه. الخلطه دي هوريها لكم يا حبايبي، انا ما بستغناش عنها خالص. بحطها في الاكلات كده بتدي ريحه ايه وطعم حكايه. الخلطه دي عايزه بقى اقول لكم انا بعمل ايه. انا بعمل باميه يا حبايب قلبي، وهقول لكم بقى على الباميه دي ما بتاخدش معايا. بصوا يعني الطبخه دي مش هتاخد معايا 10 دقايق، مش هتاخد حرفيا 10 دقايق. والسر في ايه؟ ان انا هوريكم ان انا مفرزه الباميه. هوريكم كده لسه مطلعاها من الفريزر. بصوا بصوا انا مفرزه الباميه. شايفين حلاوه الباميه وجمال الباميه وطعامه الباميه. انا بقى مطلعه يعني فضلة خيركم كده مطلعه كيسين هعملهم تمام. وكمان ايه هوريكم حاجه كمان تانية. بصوا عشان تعرفوا بس ان فعلا يعني الحاجه لما بتبقى جاهزه معانا في الفريزر بتفرق. دي برضو بصوا هوريكم ده الطماطم برضو. دي الطماطم اللي انا كنت مفرزاها معاكم. شايفين لما كانت الطماطم رخيصه وجميله كده وتشيرها في السوق جبت وفرزت. طبعا فعلا حرفيا الاكله مش هتاخد معايا فعلا 10 دقايق يكون انا عامله الاكله القمر دي. بصوا بقى يا حبايبي انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا لازما بقى يعني هقول لكم اول ما اطلع الباميه كده من الفريزر شايفين لازما احطها على طول على الحله، ما سيبهاش تفك.
ما سيبهاش خالص تفك، يعني منها كده على الحله على طول. انا بحب بقى احط الخضار مع البصله واقلب اقلب اقلب، لاني بحب ايه ريحه الخضار ياخد من ريحه يعني الخضار ياخد من ريحه البصله، يتشرب كده من ريحه البصله. وكمان بقى بعد كده انا ايه عايزه اقول لكم اللحمه اللي انا بعملها دي عايزاها ايه تستوي 3/4 سوا، وهاخدها برضو هقلبها مع الباميه في قلب البصله. يا سلام يا سلام، اللحمه مع الباميه هتشرب من ريحه البصله. تتخيلوا بقى الطعم هيبقى عامل ازاي؟ طبعا الطعم هيبقى حكايه وروايه، حكايه وروايه. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف مع بعض بعد ما اللحمه استوت 3/4 سوا. دلوقتي بقى انا ايه هحطها في قلب البصلايه القمر دي، هنحطها مع بعض. اللحمه اهي استوت 3/4 سوا كده، الربع بقى الباقي هيستوي مع ايه؟ مع الباميه. يعني الربع السوا اللي ناقص من اللحمه انا هخليه بقى يستوي مع ايه؟ مع الباميه يا حبايب قلبي. زي بقى ما انا قلت لكم ايه، انا بحب كده البصله يعني يعني تاخد من اللحمه كده، تبقى في قلب اللحمه، ريحتها تبقى في قلب اللحمه كده وطعمها، واللحمه تاخد كده من البصله. تحسوا كده وانتوا بتاكلوا بقى اللحمه بتبقى عامله زي كباب الحله بالظبط. انا بقى ايه حشت من اللحمه، حشت كام حته كده مسلوقه، لاني انا عندي ايه في بيحبوا كده اللحمه بتبقى مع الشوربه كده، بتبقى ايه بيحبوا يشربوا شوربه مع لحمه مسلوقه. فانا ايه اخدت بقى الباقي الجزء الباقي وحطيته كده هشوحه بقى. شايفين انا نفسي اقول لكم شامين الريحه طالعه حكايه حكايه حكايه. هقلبها شويه زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم بقى قرون الفلفل اللي انا حطاها دي يا خراشي يا خراشي يا خراشي. في هيقول لي دلوقتي يا مرمر طب ما كفايه قرن واحد. انا عايزه اقول لكم وانا بغرف الباميه بيحبوا قوي، يعني لما بغرف طبق باميه يبقى فيه اللي بياخد الطبق يبقى معاه قرن كده فلفل، يعني هم بيحبوا الموضوع ده. علشان كده انا مكتره قرون الفلفل. عايزه اوريكم بقى الباميه اهي اللي انا مفرزاها. طبعا زي ما انا قلت لكم لازم انا احط الباميه، يعني انا اطلعها من الفريزر على طول زي ما انتم شايفين كده، واروح احطها على الحله على طول، اسقطها في الحله كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا خراشي يا خراشي يا خراشي يا خراشي على الريحه. نفسي فعلا تبقوا معايا عشان تشموا الريحه القمر دي اللي انا شماها. انا عندي هنا اولادي بيعشقوا الباميه، كلنا الصراحه هنا في البيت بنعشق الباميه. اهم تركايه يا حبيبه قلبي، اي خضار انت مفرزاه اول ما بيطلع كده من الفريزر على الحله على طول، ما تسيبوش ايه يفك. لو سبت الخضار بتاعك يفك طبعا هيبوظ. بصوا بصوا بصوا، يعني ميزه بقى التفريز الصراحه في الحله هتتقلب. ميزه التفريز ان صراحه بتعملي الاكل بسرعه، يعني في ثواني بتبقى عامله الاكل على طول، يعني في ثواني تبقى عامله الاكل على طول. طبعا ايه انا بقى بحاول كده اخلي الباميه برضو تاخد من ريحه ايه، من ريحه البصل كده. تمام 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 تمام. يا خراشي يا خراشي على القمر والجمال والحلاوه والطعامه. انتوا عارفين بقى حركه ان انت بتطلعي اي خضار على طول على البصلايه كده، وما ما تسيبيش الحاجه تفك، اكن الخضار جايباه طازه من السوق، يعني اكن بصي فريش 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 فريش. يا خراشي على الريحه، نفسي تبقوا معايا كده وشمين الريحه. بصوا بقى يا حبايبي، يعني انا عشان ما اطولش بقى معاكم الفيديو اكتر من اللازم، انا المفروض اقلب شويه تاني، يعني شويه تانيين يعني، بس انا بقى عشان الفيديو ما يطولش اكتر من اللازم انا ايه الطماطم اهي بسم الله ما شاء الله برضو كنت مفرزاها، هنحطها بقى في الحاله دي مع ايه، مع الباميه القمر دي، الباميه العسل دي، الباميه السكر دي.
يا خراشي يا خراشي يا خراشي. برضو كنت مفرزه الطماطم وهي رخيصه صراحه. الحاجه والصراحه بتنفع في بقى في وقت زنقه، في وقت ان انت مش يعني مستعجله وراكي مشوار عايزه تروحي ومستعجله وعايزه تعملي اكل، 10 دقايق هتبقى عامله ايه مهنهنه البيت، ايه اكل وخير وطبيخ وحاجه عظمه، حاجه عظمه كده. انا بقى في المرحله دي انا بقى هسقيها يعني بتاعت مغرفه شوربه كده وهغطيها. وطبعا انا حاطه التوابل كنت حطاها في قلب البصلايه، بس لو عايزه ملح هشوف برضو لو حبت الباميه كده شويه ملح تاني او حاجه. هغطيها بقى تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها، وهوريكم برضو لما تستوي هيبقى شكلها ايه. طبعا هيبقى شكلها ايه؟ هيبقى شكلها عسل طبعا، عسل وقمر وسكر كمان. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف وصلنا لفين للباميه. تعالوا بقى نشوف كده نعين الغطا ده ونشوف بقى الباميه ووصلنا فيها لفين. يا خراشي يا خراشي يا خراشي على الريحه، حرفيا نفسي يعني تبقوا معايا علشان تشموا الريحه. شايفين؟ خلاص هي كده بقى طالبه الاكيله. بصوا 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 الجمال، بصوا الطعامه، بصوا الحلاوه. دي بقى الباميه بتاعت امهاتنا بتاعت زمان اللي كانت بتجيب اخر الشارع. يعني اعمليها بطريقتي ومش هتندمي. على السريع كده عايزه اقول لك الطريقه. قليت البصله، حمرتها، حطيتي التوابل في قلب البصل عشان ريحه التوابل تطلع وتبقى قمر قمر قمر. التوابل دي زي ما انت عايزه، انا حاطه ملح، حاطه فلفل، حاطه مكعب مرقه لحمه. انا بتعامل مع المكعبات يا حبايبي اكنها توابل. طبعا الفلفل رون فلفل كده بتديها ريحه وطعم. يا خراشي يا خراشي. اسلق اللحمه 3/4 سوا، قلبيها مع البصلايه. اول ما البصلايه كده تخش في انها خلاص هتبقى لونها احمر كده، هتحمر منك، حطي بقى اللحمه بتاعتك تبقى مستويه 3/4 سوا. وبعد كده تحطي الخضار بتاعك وتقلبيه كله مع بعض، يبقى عامل زي كباب الحله، ريحه وطعامه وحلاوه مفيش بعد كده. يا خراشي يا خراشي. عايزه اقول لكم الريحه واصله اخر الشارع. وبعد كده يا حبيبه قلبي بقى تحطي الطماطم بتاعتك وتسيبيها بقى مع بعضها كده تاخد وتدي بشكل ودي. ودي باميه امهاتنا بتاعت زمان اللي كانت ريحتها بتجيب اخر الشارع. يلا جربوا ومش هتندموا. انت رايحه فين؟ يلا بقى ما تنسيش بقى اللايك والمشاركه والكومنت الحلو اللي بيفرحني وتفعيل علامه الكل عشان كل جديد يوصل لكم. باي باي يا حبايب قلبي، باي باي.